طويلا أو أقام الليل فتعب فنام. لقد أعطانا موعدا وأظنه لا يخلفه، فإن المؤمن إذا وعد أوفى يا سعد. هل جئنا في الوقت المناسب يا شيخنا؟ كل ميعاد يذكر فيه الله وتقص فيه القصص مناسب يا ولدي، تفضلوا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قلت إنك ستروي لنا قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. اشتقنا والله لسماع هذه القصة المثيرة. إبراهيم خليل الله، والخلة هي منتهى الحب يا أبنائي. وقبل أن أتعرف لنبي الله إبراهيم لابد أولاً أن نعلم سوياً ما هي البيئة المكانية والزمانية التي ولد فيها أبو الأنبياء. إبراهيم هو ابن تارح، ابن ناحور، ابن ساروغ، ابن راغو، ابن فالغ، ابن عابر، ابن شالخ، ابن أرفخشذ، ابن سام، ابن نوح عليه السلام. ولما كان عمر تارح 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام في مدينة بابل بأرض العراق. حيث كانت الآلهة هي كل ما يهم قوم إبراهيم، حيث يتعبدون لها ويذبحون لها. يا إلهي يا إلهي، ذبحت لك وقدمت نذورا لك وصلاتي ونسكي لك، فاشف ابني يا إلهي. يا إلهي يا مغيث، يا إلهي زوجي مسافر في البحر، أعده لي سليما سالما، فإن أباه وأخاه قد ماتا وهما يصارعان الحيتان المتوحشة. تجارتي بارت وهانت وهنت على الناس. أيتها الآلهة أغيثوني أغيثوني، أعيدوا لي عزتي وجاهي، أغيثوني أيتها الآلهة. يا آزر، هل بعت كل الأصنام التي صنعتها؟
لا تحدثيني وأنا أتعبد للآلهة. لقد أرسلت بالأصنام لبيعها في السوق، وهي التي ستجلب الرزق، فتماثيل آزر لا تبور، وتجارتي رابحة دائما. يا آزر، يا آزر، ماذا تريد؟ الملك يريدك. ماذا؟ قولي ارحمني يا نمرود يا رب هذه القرية. ارحمني يا نمرود يا رب هذه القرية. اتركني. النمرود لا يرحم، النمرود يعذب فقط. ومن كان يا شيخنا يحكم البلاد في ذلك الزمان؟ كان يحكمها ملك ظالم، هو نمرود ابن كنعان ابن كوش ابن حام ابن نوح، وهو أول جبار في هذه الأرض، وأحد ملوك الدنيا الأربعة الذين ذكروا في القرآن، وهو من الملوك الكافرين. هو أول من وضع التاج على رأسه، وقد تجبر في الأرض وادعى الربوبية، وقد استمر نمرود في ملكه 400 سنة. آزر، سمعا وطاعة يا مولاي الملك النمرود. قالوا إنك رأيت لي ما لا يسرني، فماذا رأيت؟ إني أرى في حسابات النجوم أن هذا الزمان سيظهر فيه رجل ينسخ هذا الدين ويدعو إلى دين آخر. ولم يكن يعلم آزر أن هذا الرجل هو ولده إبراهيم. وما أدراك يا آزر؟ وكيف نضمن أن ما تقوله هو الحقيقة وليس من باب الإدهاش والإبهار والاستحواذ على اهتمام الملك؟ اصمت الآن يا وزير. آزر، في أي بلاد يكون هذا؟ في هذه البلاد يا مولاي. هل خرج إلى الدنيا؟ لا. ينبغي أن يفرق بين الرجال والنساء. ينبغي أن لا تلد أية امرأة بعد الآن، فملكي لن يضيع حتى لو ضاعت الدنيا، وسلطاني لن يزول حتى لو زالت الشمس والقمر. فرقوا بين الرجال والنساء، ذبحوا أبناءهم. زوجتي.
ربما تكون أنت من يهدد ملكنا. اقتلوا الصبيان واتركوا البنات، فإن عدونا رجل وليس امرأة. أجل نفرق بين المرء وزوجه، نفعل أي شيء حتى لا يزول ملك الملك نمرود. هيا بنا اهربي سريعا. أين تذهبون أنتم في بلاد النمرود التي هي الكون أصلا؟ أيتها الآلهة، احفظي لنا الملك النمرود الذي نعيش تحت سمائه وفوق أرضه. أيتها الآلهة، لا تردينا خائبين. أيتها الآلهة، اقتلي أي طفل يولد في هذه البلاد. هون عليك يا آزر، فمن هذه التي تستطيع أن تلد ذكرا يذبحه الملك؟ هون عليك. ولم تكن تعلم أنها ستكون أماً لهذا الغلام الذي سيقف أمام الملك. وهل كان النمرود خائفاً من ميلاد إبراهيم عليه السلام؟ لم يكن يعلم يا حسان بميلاد إبراهيم. كان قلقاً لأنه بشر، حاول أن يعيش كإله، حاول أن يكذب على كل الناس، ولكنه لن يكذب على نفسه. لن يزول ملكي، لن يزول ملكي. سأظل ملك الدنيا، سلطان الوجود، ولن يستطيع أحد أن يأخذ مني عرشي مهما كان الثمن، حتى لو قتلت الشعب كله. أجل، حتى لو قتلت الشعب كله.